السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا اليوم، صليو على النبي المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا لنهار اليوم راح نديرو كيكه البرتقال اللي مدير ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي. دوك نروحوا على بركه الله لطريقه التحضير. على بركه الله، عندنا هنا 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عندنا نص كاس تاع السكر. هنا السكر انت اللي تقدري تحكمي فيه، تقدري تزيدي تقدري تنقصي. تقدري ديري حتى كاس غير ربع. انا هنا نقصت، درت نص كاس، نخلط مليح بالفوي. يعني الكيكه هذه اقتصاديه وتوجد ليه غير بزوج بيضات تتحصلي على كيكه مدايره ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي بكريمه روعه. دركا نخلط مليح حتى يتضاعف الحجم واللون يتغير. عندنا كاس تاع زيت نباتي، نخلط مليح. عندنا كاس تاع عصير البرتقال، وعندنا مبشور تاع حبة تاع برتقال لو زاست. نخلط هذه المكونات كامل مع بعضها. نضيف رشة تاع ملح لتعديل الذوق. وعندنا 2 كؤوس تاع طحين اي فرينة يكونوا مغربلين. نخلط مليح بالفوي. الكيكه هذه اقتصاديه وتوجد ليه تقدري توجديها في وقفه. نزيد الكاس الثاني عفوا. نخلط مليح باكيت تاع خميره الحلويات وملعقات تاع بيكربونات. نخلط مليح بدور البيكربونات يخلي لك الكيكه هشه وتجي طالعه. نخلط مليح القوام هذا. بالطبع الفور يكون مشعل على 170 درجه. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه هنا. تشكليه على شكل 8. يكون بالطبع المول، اي مول اختاري، ندهنوه بالزبده او الزيت، نفرشوه الفارينه، نحطوها. بالطبع الفور يكون كما قلت لكم مشعل على 170 درجه. نحطوها طيب، ومن بعد نرجعوا نكملوا المراحل المتبقيه مع بعضنا. هاي الكيكه تاعنا بعد ما طابت، هنا نقلبوها، خليها تبرد، نقلبها. شوفوا كيفاه اللون اللي تحصلنا عليه. نروحوا نحضروا الكريمه مع بعضنا. عندنا هنايا عصير البرتقال 3 كؤوس. الكاس الثالث عندنا نص كاس تاع ما. عندنا 2 ملاعق تاع السكر. انا هنا البرتقال كان حلو، يعني حلو ما. 2 ملاعق تاع فلان بذوق الليمون او فاني. عندنا هنايا الفارينة. هنا فضلت ندير الطحين، استغنيت عن النشاء. عندي هنا تلت ملاعق تاع فارينة معمرين. نخلط هذه المكونات كامل مع بعضها بارد في البارد، ونحطها فوق النار مع التحريك المستمر. هنا لازم تحطيها على نار ضليلة والتحريك المستمر. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، بدات تغلي. كيكه اقتصاديه بكريمه بدون نشاء، يعني كريمه في كريمه تجي روعه. تجي الكيكه شيشه خفيفه. شوفوا زي ما هنا ما حبيتش نكوبي، خليت لكم المراحل الكامل باش تقدروا تنجحوا فيها. نتمنى اللي تزور اول مره قناتي تشترك فيها يصلها كل جديد. وللمشتركات الوفيات جبت لكم كيكه، بما اننا في الموسم تاع البرتقال، كيكه اقتصاديه بالبرتقال. يعني شوفوا زي ما جات روعه. شوفوا زي ما هنا الكريمه كيف هنا كي تبدا تغلي ودير هادو البقع. هنا بالطبع هذا المول غسلته ودهنته بالزيت، خليته شاح ودهنته بالزيت. نفرغ مباشره الكريمه تاع البرتقال ونحط الكيكه. هنا لازمنا نضغط حتى الخليط اللي تاع الكريمه اللي درناه يخرج على الجوانب. نغطيها بابي فيلم او كيس،
ونحطها في الثلاجة على الأقل ساعة إلى 2 سوايع، ومن بعد نتلاقاو في صحن التقديم. هاي الكيكة تاعنا تاع البرتقال بكريمة رائعة، واجدة في الصحن التقديم. التزيين اختياري، درت هنايا نواه كوكو، تقدروا تستغناو على العملية هذه. زينتها بشرائح تاع البرتقال. هنا ملاحظة، تقدروا تخليوها تبات حتى ليلة كاملة باش تقدروا تقدموها كي يعود عندكم الوقت. شوفوا زي ما جات روعة. نتمنى تجربوها. دوك نقص لكم تشوفوا القوام، جات روعة، جات خفيفة، الذوق ما شاء الله. كيكه دايره حاله في المواقع التواصل الاجتماعي. دركا نقص لكم تشوفوا زي ما البنات جات روعه. شوفوا الكريمه كريمي، جات كريميه روعه. نتمنى تجربوها شباب البنات. ولا عجبكم الفيديو هذا يا البنات ما تنسوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ليصل الى عدد كبير من المشاهده. شوفوا زي ما جات روعه، شوفوا زي ما والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء في وصفه اخرى.